امتى هنوقف ادويه التشنجات؟ ده سؤال بيشغل كتير من الاهالي. عشان نجاوب على السؤال ده لازم نتكلم عن اهميه التشخيص الصحيح في علاج مرض الصرع. ناس كتير بتوقف ادويه التشنجات بعد سنتين، وده مش دايما بيبقى صح. التشخيص الصحيح هو الخطوه الاولى والاهم في تحديد خطه العلاج ومعرفه امتى هنوقف العلاج وايه البروجنوز بتاع المرض. مثلا لو عندنا طفل عنده اصابه في الفص الصدغي، هيبقى من الصعب جدا ان احنا نوقف الادويه بدون اجراء جراحه، لان البؤره او الاصابه مش هتروح بالعلاج. لكن لو طفل عنده 5 سنين بدا يجيله نوبات الفصلان الابسنس، ده بيتشخص تشايلد هود ابسنس ابيليبسي، وده نوع جيني معروف ان النوبات بتبدا تخف عند سن البلوغ، فساعتها ممكن نوقف العلاج عند سن البلوغ لو مفيش نوبات جديده ظهرت على الطفل. التشخيص هو مفتاح العلاج. بنبدا بالتاريخ المرضي، بعد كده نعمل فحوصات زي الرنين ورسم المخ، وده بيساعدنا في معرفه نوع الصرع. علشان كده السؤال الصح اللي لازم نساله ايه هو التشخيص قبل ما نسال امتى هنوقف العلاج.